بيتهنى ماكو منا، عاشقين حروف اسمك يا وطننا، يا فخرنا يا عمرنا، عاش حبك بالقلب يا ابو المحنة، عاش حبك بالقلب يا ابو المحنة. السادة الحضور الكرام، زملائي من الكوادر التدريسية، ضيوفنا الأعزاء مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم أن نرحب بكم أجمل ترحيب في ختام بطولة الكرة الطائرة للكوادر التدريسية للسنة الثالثة على التوالي في قضاء الزبير. إلى الذين ضحوا بأرواحهم الطائرة فداء للوطن والكرامة، وكتبوا بدمائهم أسمى معاني التضحية والإخلاص، نقف جميعا لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار. الفاتحة. ليطيل وقوفنا قليلا بالاستماع إلى النشيد الوطني. لإلقاء كلمة الحمد الأستاذ الدكتور أحمد صباح الخالدي مدير قسم تربية الزبير، للتفضل بإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السادة الحضور مع حفظ الألقاب والمناصب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة باسمي وباسم المديرية العامة لتربية البصرة قسم تربية الزبير تقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البطولة، وإلى كل من ساهم في استمرار هذا البطولة، وأخص بالذكر شكري وتقديري وامتناني إلى مؤسسة الرئاسة الرئاسة والجيل الأخير بما يقدمون من جهود كبيرة. حقيقة هذا ليس مجاملة، إنما أقولها بكل فخر واعتزاز، بما يقدموه من جهود كبيرة واستثنائية في دعم العملية التربوية عامة والنشاط التربوي والفني خاصة. لذا حقيقة من القلب أوجه لكم جزيل الشكر والتقدير برعاية الأستاذ نبيل قاطع والأستاذ فضل، فلكم مني كل الشكر والتقدير، بالإضافة إلى كل من ساهم في إنجاح هذه البطولة من حكام ومن مراقبين ومن لاعبين ومن مدارس ومن إدارات مدارس، لكم مني كل الشكر والتقدير. حقيقة مثل هذه البطولة تساهم في تعزيز العملية التربوية، وتساهم في إنجاح العملية التربوية وتعزيز الروح الرياضية والروح الاجتماعية بين ملكات التربوية عامة. لذا لكم مني كل الشكر والتقدير. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الأستاذ مؤيد شاسب المياحي لإلقاء كلمته ممثلا للكوادر التدريسية المشاركة في البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في ختام بطولة كرة الطائرة الرمضانية الثالثة للكوادر والملاكات التربوية لقسم تربية الزبير. هذه البطولة التي لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل كانت مساحة للمحبة والتلاحم وتعزيز روح الأخوة بين ملاكاتنا التربوية لقضاء الزبير في أجواء رمضانية تسود الاحترام والتعاون. وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى قسم النشاط الرياضي لقسم تربية الزبير على تنظيمهم المميز لهذه البطولة، وما بذلوه من جهود واضحة أسهمت في إنجاح هذا الحدث الرياضي التربوي. كما لا يسعنا إلا أن نثمن عاليا هذه المبادرة الرائعة والدعم الكبير من مدارس الرئاسية الأهلية، وبرعاية كريمة ومخلصة من مؤسسات الأستاذ نبيل قاطع المياحي، الذي كان ولا يزال داعما حقيقيا للأنشطة الرياضية والتربوية، وسباقا في فتح أبواب مدرسته وتأييد كل السبل وتذليل كل الصعوبات من أجل إنجاح هذه البطولة وإخراجها بالصورة المشرفة التي شاهدناها.
أن مثل هذه المبادرات تعكس إيمانا عميقا بأهمية الرياضة بتعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل بين كوادرنا التربوية وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي. وفي الختام نبارك جميع الفرق المشاركة ونشد على أيدي الفائزين ونحيي الروح الرياضية العالية التي تحلى بها الجميع، سائلين الله تعالى أن يديم علينا هذه اللقاءات الطيبة وأن نلتقي دائما على الخير والمحبة والعطاء. كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة. السلام عليكم. على الجميع أن نجاح أي فعالية رياضية أو تربوية يقف خلفها دعم صادق ورعاية كريمة من شخصيات ومؤسسات تؤمن بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز روح التعاون والمحبة بين أبناء المجتمع. ومن هذا المنطلق كان لرائد البطولة دورا كبيرا في دعمها والمساهمة في إنجاحها، إيمانا بأهمية تشجيع الأنشطة الرياضية للكوادر التدريسية. والآن يشرفنا أن ندعو راعي البطولة ومؤسس راسي الأهلية للبنين الأستاذ نبيل جاطع المياحي لإلقاء كلمته في هذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حقيقة أنا سعيد جدا بإخواني وزملائي في هذه الدورة الطيبة. هذه إضافة نكهة خاصة من أخوتنا وزملائنا اللي شاركوا في هذه الدورة. ملاحظة وأكيد الكل منتبه لهذه الملاحظة. الدورة الأولى كانت بسيطة جدا، نظامها بسيط جدا. الفرق كانت غير منتظمة بسبب الدورة الأولى تعتبر والتجربة الأولى. اللاعبين حقيقة كان مستوى دون المتوسط، لكن الآن قاعد نلاحظ الدورة الثانية أعلى المستوى، لكن هسه قاعد نشوف بطولات. أنا بخاف تاخذ البطولات على مستوى العراق. يعني القمرين حجر وجواهري وراسي والنقابة ثبت فرق بين اليوم. لعبتها مو طبيعية. طبعا اليوم نكهة خاصة، اليوم طعم خاص. هذه المباراة، هذا التنافس الجميل حقيقة ما قاعد تشوف لعبة ما بين المدارس، قاعد تشوف لعبة بين الأندية. يعني حقيقة اليوم اللعبة فيها تنافس وتحدي، أما لو كنا كذا اليوم. وهذا الطالب المبدع المدرس اعتقد هو محمد باقر، مع الاسف هو اللي الفائز وطلع لنا الدورة سابع عسير. طبعا اللاعب المبدع طبعا الاستاذ اكيد راح يكون افضل لاعب. اي صح. تصفيق. والله انا حقيقة سعيد بهذا اللقاء. ان شاء الله يكثرنا جميعا نلتقي في كل عام. قبل أن ننتقل إلى تتويج الفرق الفائزة، لا يسعنا أن نقف وقفة تقديرية واحتراما للجهود التي بذلها حكام البطولة الذين كانوا لهم دور كبير في إدارة المباريات بكل حيادية وكفاءة، مما أسهم بإنجاح هذه البطولة. والآن يسعدنا أن نقوم بتكريم حكام البطولة وتقديم الجوائز التقديرية لهم تقديراً لجهودهم وعطائهم. ليتفضل السادة الحكام باستلام جوائزهم مع خالص الشكر والتقدير الأستاذ غسان الأسدي، وليتفضل مشكورا. الحكم الرابع دكتورنا عبد الرحيم راشد، فليتفضل مشكورا. الحكم الاتحادي محمد وصفي طاهر. الحكم سجاد علاء كاظم. ومشرف ومقيم الحكام الاستاذ علاء كاظم. حكام البطولة الالتقاء صورة تذكارية مع الضيوف الأعزاء. يتفضل الأستاذ فضل ربع الصالحي لتقديم جائزة المركز الرابع إعدادية الجيل القادم.
ننتقل إلى تكريم الفريق الحاصل على المركز الثالث إعدادية حجر بن عدي. يتفضل الأستاذ سعد الغيبش. نصل الآن للحظة الأجمل في ختام بطولتنا، لحظة تتويج الفريق الفائز للمركز الثاني. ندعو فريق ثانوية القمرين لاستلام كأس المركز الثاني بالتصفيق الخاص. جيب الكاس مع الثاني. نبيل قاطع الفياحين لتسليم كاس البطولة للفريق الحاصل على المركز الثاني، فليتفضل مشكور. أول لاعب في البطولة من ثانوية القمرين هادي فارس. واللاعب الثاني في البطولة والحاصل على المركز الأول الأستاذ علي راشد. منافسة قوية وأداء مميز، اكتسبت الروح الرياضية. والآن ندعو الفريق نقابة المعلمين للتفضل باستلام كأس البطولة والميداليات وسط التصفيق العام. لتقديم كأس البطولة للفريق الأول نقابة المعلمين.